أصدقائي، ما أجمل ذكر الله وما أكثر حاجتنا إليه، فذكر الله تعالى له فضل عظيم وفوائد كثيرة، فبه يطمئن القلب وتغفر الذنوب ونكسب ثوابا كبيرا جدا. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهناك أذكار متنوعة ينبغي علينا أصدقائي أن نحافظ عليها في أوقاتها، ومنها عند النوم، فنقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وعند الاستيقاظ نقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وكذا عند الخروج من المنزل فنقول: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. وعند الدخول إلى المنزل نقول: بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. وعند الدخول إلى دورات المياه نقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعند الخروج منها نقول: غفرانك. وعند دخول المسجد نقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج منه نقول: اللهم إني أسألك من فضلك. وعند ركوب وسائل النقل كالسيارة مثلا نقول: بسم الله، الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وكذلك الذكر بعد الأذان، فنقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا بالإضافة إلى أذكار الصباح والمساء. ولنعلم أصدقائي أننا إذا واظبنا على تلك الأذكار فإننا نكون في حفظ الله ورعايته، فلا يضرنا شيء بإذنه تعالى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.